هل أنت سلفي؟ إن كنت تقصد بسلفي أني على ما كان عليه أصحاب النبي من اعتقاد، وأني أبجل السلف الصالح من القرون الثلاثة الأوائل، وأني أثبت ما أثبته الله لنفسه من صفات، فأنا سلفي بهذا المعنى. وإن كنت تقصد بسلفي أني أتبع جماعة معينة أو حزبا مخصوصا أو مشايخا أرى انحصار الحق فيهم، فلست بسلفي بهذا المعنى. أنا من ناحية الاعتقاد أزعم أني على ما كان عليه الصحابة، ومن ناحية الدعوة فأنا أقف على نفس المسافة من عموم المسلمين، أسارع إلى دعوتهم لا إلى تفسيقهم أو تبديعهم، أسعى لأجمعهم لا لأفرقهم. بل أرى أن الشيخ الصادق والداعية المصلح هو الذي لا يقصر دعوته على المسلمين وحسب. لذا أقول لكل مسلم سني كان أو غير سني، بل لكل مسلم أو مسيحي أو غير ذلك من ملل، لن تجد مني بإذن الله ما ينفره، لن تسمع مني كلمة تحقير لشأني. دعوتي أحاول أن أقيمها على اللين والرقة، أسعى لنقل الصورة السليمة عن الإسلام من وجهة نظري، ولكن بغير تمييع لقضايا عقيدتي. فأنا مسلم سني أرى أن باب النجاة خلف رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.